السلام عليكم. قصر علي بابا والأربعين حرامي. بداية صاحبة القصر هي زينب هانم فهمي، واللي بدأت في إنشاء القصر ده في منطقة زيزينيا الراقية سنة 1919، وأنهته ابنتها فاطمة الزهراء عام 23، ليكون طبعا المقر التصيف الصيفي للعيلة. منشئ القصر هو المهندس الإيطالي العبقري أنطونيو ليشاك. مساحة القصر حوالي 4000 متر، والحقيقة إن هو من أجمل قصور مصر اللي مازال بيحتفظ بشكله إلى الآن. وقصة أميرة بائسة بائسة بائسة. قصر على نظام الباروك الإيطالي في أجمل مناطق الإسكندرية، ألا وهي زيزينيا أو جليم أو باكوس. يعني منطقة تبهرك إن هي مليانة قصور ملكية وقصور أفراد. منطقة كده المفروض تبقى متحف قصور، يعني متحف قصور. لا، قدامه وخلفه وأمامه. قدامه قصر الأمير عمر الطسن، آه، بجواره قصور كتيرة جدا جدا. قدامه في نهاية الشارع قصر عزيزة هانم فهمي، واللي فيه اختلاط في اسم العيلة دي. في حاجة كده تاريخيا مش مظبوطة. هل هو علي فهمي باشا هو كان مهندس القصور الملكية اللي باني مهندس القصور الملكية اللي باني جامع الرفاعي اللي في القلعة، ولا علي باشا فهمي وزير الحربية؟ يعني معلومة غير مؤكدة أو في لبس في الحتة دي. مين هو علي باشا؟ علي باشا مهندس الأصول الملكية ولا علي باشا وزير الحربية؟ هي قصة قصر في قمة الغرابة. صاحبة القصر بعد التأمين سكنت في شقة، وكانت ظروفها صعبة جدا. قصر يبهرك بكل حاجة جواه، اللي مازال محتفظ بكل التفاصيل الجميلة اللي موجودة فيه. شبابيك الإزاز اللي معمول عليها أساطير، حيطانه اللي معمول فيها رسومات هندسية في قمة الإبداع. الحمام بتاع القصر ده حمام من الأساطير. رسومات الأساطير الإيطالية اللي موجودة على سقف هذا القصر. أساطير علي بابا والأربعين حرامي موجودين في كل مكان في القصر ده. إزاز ملون معشق عليه أساطير. السقف نفسه يبهرك بكمية التفاصيل الجميلة اللي معمولة فيه. زجاج ملون، أساطير على الحائط، بيبان خشب في قمة الإبداع. أساطير، أساطير حروب، أساطير فرنسية، أساطير إنجليزية، أساطير إيطالية. فعلا قصر علي بابا والأربعين حرامي. تيجان رومانية، ملك فؤاد، الزجاج المعشق الملون المعمول بمنتهى الدقة الهندسية.
التيجان في الصالات، عواميد ايوانية وعواميد دائرية، اساطير في كل مكان، في السقف، في الحيطان. قصة الأميرة فاطمة الزهراء قصة حزينة حزينة جدا. الأساطير موجودة في القصر ده في كل مكان. اتسمت قصور الإسكندرية بالفخامة والعراقة والأصالة، وإدماج خليط معماري عالمي متجانس. بالإضافة إن القصور دي شهدت أحداث تاريخية في شدة التميز. الحمام بقى في القصر يا جماعة حمام أسطوري، ومعمول زي حمامات المماليك. في السقف في إضاءة بتنور للي بيستحمى أهي. السقف عليه أساطير. أرضية الحمام من الذهب، يعني الأرضية ذهب، الأرضية دي من الذهب. مدى ال- الفخامة، الأرضية من الذهب، ذهب أحمر في الأرض أهو، في الإشاني والسيراميك بتاع الأرض. حسسني كده إن أنا كان نفسي أعيش في القصر ده متلذذا ومستمتعا مع الأميرة بالفخامة والضخامة الزائدة عن حدود التصور والتخيل. يعني حاجات سابقة عصرها ب150 سنة. احنا داخل حمام القصر اللي هو من أجمل الحمامات اللي موجودة في العالم، مكان الشاور ومكان البانيو. قصر بياخدك بقى ان خيالك يروح السقف ده بتاع القصر والشمس بتنزل عليه، فبتخلي الحمام ده يدي كذا لون في بعضيه. يعني تتخيل بقى ان انت عايش في وسط الناس دي، مستمتعا ومتلذذا بالقصر اللي عامل زي السفينة اللي ماشية في وسط امواج. والحقيقة القصر ده لخص كل حياة أسرة محمد علي الملكية، وساب بقى آلاف الأسئلة. يعني تخيلها بقى أنت واقعد اسأل فيها. قصر ده قصر جنب قصر فاطمة الزهراء هانم، الأميرة فاطمة الزهراء، جنبيه على طول. يعني المنطقة اسكندرية، عراقة، أصالة. يا جماعة مستوى تميز في عيشة المصريين وصل إلى فوق الحدود. للجميع الشكر والحب والاحترام والتقدير. جمال مغازي.